انت جاي ليه؟ ليه خايف خايف من ايه؟ انت بتشتغل. احنا هنشغلك. هتعمل ايه بقى هنا؟ هو مفرز كل حاجه اهو. ما هو مفرز كل حاجه اهو ده فارس كل حاجه. اشغلك فين؟ هشغلك فريز برضو. هشغلك فريز برضو. فريز؟ امال ايه؟ دي بقى انت الحاجه اللي انت الراجل ده هو اللي شغال. هو اللي شغال. بس الشطاره ان انت تفرز في المكب نفسه، في البتاعه الكبيره، ما تنزلش الزباله في الارض وتبهدل الدنيا. قوم العامل الغلبان ده اتقطم وسطه اهو ولسه بيشتكي لي من ظهره. مش عاوزين انت نشتغل. بتشتكي من ظهرك؟ والله من ان انت بتطلع من تحت المكب الكبير ده زباله قد كده. ده بص تحتيه، ده بص تحتيه قد ايه يا مدام؟ حرام والله. ده غير اللي انت شيلته، غير اللي انت شيلته. ما انت هتشتغل ايه؟ الشغل اي حاجه نجيبه جنيهين بالحلال. الزباله هو في حد قرفان اللي بيدوا في الزباله؟ ما انت الناس اللي بتعدي وتبص لنا مش حكايه انها تبص لك. انت بتعمل حاجه حلال ولا حرام؟ ما هو حلال ومش عاجب الحكومه. مين قال ان الحكومه مش عاجبها؟ الحكومه عاجبها، بس انت ما تحملش العامل بتاع النظافه فوق طاقته. لا العامل ان انت يا اله الا الله. ما الراجل بيشتكي من ظهره قدامك اهو. الراجل اهو بيشتكي من تعال صور الله اكبر. ده ايه بقى رخر؟ ده ايه رخر؟ ده ايه رخر؟ كله بيقول يا رب. ده فريز برضو؟ وهو هيروح يفرز فين دلوقتي؟ يعني هو ابراهيم ده هو اللي بيشغل الفريز كلهم على الخط ده؟ ابراهيم ده. انت بتهرج ولا بتتكلم جد؟ انا بتكلم جد. ايه يا عم طيب يعني هو يعرف يجيبكم. يعرف يجيبكم وانتوا تشتغلوا بشكل مظبوط وبشكل صح. في ان انت تفرز جوه المكب وما تكلفش العامل ده فوق طاقته وانك تخليه يشتغل شغله مرتين في وقت واحد. صح ولا ايه رايكم؟ كل ده يحصل باتفاق مع جمعيه تابعه للشؤون الاجتماعيه، وهتاخد مرتب وشغلك هيتبص له بنظره احترام، لان انت بتساعد في نظافه المجتمع. طب والعربيه؟ الناس اللي بتشتكي دي كلها هو وتبيعها ليه؟ انت ممكن تساعدك في النقل لغايه اما نجيب عربيه تبع المحافظه. تساعدك في ان احنا ننقل فيها وتبدل لغايه اما نجيب عربيات. دلوقتي اما نشتغلوا كده. نشتغلوا الشغلانه دي. طبعا العربيه دي مين هياخدها؟ العربيه دي مين هياخدها؟ هي مش ملكك. هاخدها منك ليه؟ ملكك انت يا ملك مين؟ هي بتاعت مين دي؟ برضه تبعه؟ تبعك ولا تبع؟ انتوا بتبصوا لبعض ليه؟ هو انا بكلم نفسي؟ تبع ابراهيم. طيب يبقى هياخدها ابراهيم، او هتشتغل لحساب ابراهيم برضه. هتنقل الزباله لحساب ابراهيم لغايه اما احنا بالتدريج هنجيب عربيات احسن من كده شويه وتاخد حجم يعني. عاوزين بس الجنيهين يحطوها في مكانهم. ركز هو على الجنيهين. والله هتاخد جنيهين ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. حاجه لماما ما فيش حاجه ماشيه. اهم حاجه عندي اهم حاجه عندك ان ما حدش يرمي زباله في الارض. ابن الكونتر ده ولا؟ قول له هو اللي بيفرز اهو. قول له ما تفرزش في الارض. ابراهيم بيفرز جوه، بيخش جوه الكونتر، ولو لقى في زباله في الارض بيفرزها لحد ما باجي انا ارفعها. انا بالليل معديه على ابراهيم والزباله كلها كانت بره في الارض وزعقت له. ما هم كلهم رامين. وهم كلهم مين بقى؟ ما حيرتني. ده المحلات اللي بقول لك عليها كلها اللي حوالينا دي بترمي في الارض. المطاعم. لما بتلاقي مثلا والسوق اللي هو سوق التوحيد ده. لما وكناري بتاع الكشري والساندوتش. لما بتلاقي الكونتر مليان ما بيرموا. هيرموا فين؟ كان هو كونتر اهو بينه وبينه 30 متر او 10 متر بالكتير، وراح رمى على الجزيره بيكسر نظافه السمك ايوه تيجي الاستاذه تقولي له ارمي في الصندوق اكنك بترمي منه. لا اله ارمي في الصندوق والله العظيم زي ما بكلمك. تيجي تقول له ارمي في الصندوق اكنك بترمي منه، يقول لك طب انت مالك انت؟ تضطر تسكت عشان لو ما يقولوا لنا احنا برضك يقول لك انت مالك؟ ده شغلي، ده بطلع. قلت له يا عم ده شغلك، ما انت بتتعبني انا كده. ما الناس بتشتكي اهو. الناس اللي ساكنه حوالين المقلب ده بتشتكي. والله صاحب العماره. انا قايم الصبح عملت ايه في الجنينه؟ عايز الجد. عايزك جد. انا اقول الصراحه. قول الصراحه. انا رجعت. قول يا عم. احنا عاملين الغلط في البلد دي. انتوا اللي عاملين الغلط في البلد. والله الله يفتح عليك يا اخي. ربنا يفتح عليك ان شاء الله. طب احنا نعمل الصح ازاي؟ تعالى بقى. انت قلت اهو ولا على رجبتك. الصح اللي هو ايه؟ عايز السريح العجل. السريح. خد يا احمد.
صريح اللي هو الفريز يعني؟ ما ندخلهوش. لا ما تدخلوش. هياكل منين؟ لان هو اللي بيقلب الزباله في الارض. وهو اللي بيتعب الدنيا. والمحلات دي تاخد غرامات ولا ما تاخدش غرامات؟ تاخد غرامات. ايوه اللي هي بتقلب على الجزيره وبعيد عن المكب ده. ايوه صح كده. مش كده؟ الله يفتح عليك. هي هتشغلنا شغلها. ما هتشتغل، ايه المشكله ان انا اشغلك وتقول الحق برضه؟ بتضربه عشان هو قال الحق. سبحان الله. الحق حبيب الله، واللي يزعل من الحق ده ما خلاص بس احنا اتفقنا. عاوزين وان نبقى شاء الله ان شاء الله هتشتغلوا، والشغل ده هيبقى تبع المحافظه باشراف سياده المحافظ، ومشروع النظافه كله باشراف سياده المحافظ. وهتبقى طيب خلاص. عايز ايه؟ الاسبوع اللي فات وخد اسمي جميل. ولما لقى الجيران دي قال لي طب انت بتنضف ليه؟ قلت له سعادتك بنضف النظافه لنا حلوه وبناكل عيش. برافو عليك برافو عليك. لازم ننضفها عشان حتى اللي رايح واللي جاي ما قلناش ان العالم معفنه. كويس. خدوا اسمي وقاعدين اهو مستنيين فرج ان شاء الله. فرج ربنا قريب ان شاء الله. بس من نفسك انت بس. ان شاء الله ان شاء الله. مش عاوزين ننافس حضرتك بس معانا.